بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيك وأحلى اخوات وأحلى متابعين في الدنيا. بجد شكرا 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 على كل اخواتي الجداد اللي دخلوا عندي، شكرا من كل قلبي. ما نحرمش منكم ابدا يا رب، ووجودكم دايما على راسي، مشرفيني ومنوريني. بجد بجد انا مبسوطه جدا بوجودكم معايا، ما نحرمش منكم ابدا. يلا بينا ندعي لبعض الاول وبعدين هنشوف وهنعرف احنا هنعمل ايه. نقول ربنا يرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفي كل مريض، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، وفك كرب كل مكروب، ويصلح حالنا وحالكم. اللهم امين يا رب العالمين. مغامرات ست البيت بتاعت كل يوم. والله العظيم انتوا تعتبروها مغامرات. مسلسل كل يوم بنعمله في البيت. الله المستعان، ربنا يعيننا وقوينا يا رب العالمين. هو مسلسل كل يوم بيختلف من احداث لاحداث يعني. هنا زي ما انتم شايفين كنت جايبه خس، وامي ما نحرمش منها يا رب كانت جايبه لي ورق خس، يعني كان مسرساه وجايبه لي، فانا بقى والله استخسرت، قلت بقى عينه في الفريزر في التلاجة وكده هيصفر وهيبوظ تمام. قلت لا يا بنتي، يلا النهارده قومي كده الجدعانه وتشطري كده، وقومي اعملي لك شويه محشي. وكان عندي كيس كوارع، قلت بس جيتوا في ملعبي. جيتوا في ملعبي اوعى. قلت لهم بس خلاص انا هظبطكم يا ولاد. المهم قمت كده زي الشطوره والعسوله، مسكت الخس نضفته وشلت الحته اللي ورا الزايده وحطيته بقى هركنه كده، لان عندي شويه مواعين. بس قلت اهم حاجه عشان انقذ الوقت يعني واخلص يومي، لان الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى تنظيف الاوضه، فعايزه اطبخ واخلص عشان اخش انضف الاوضه اللي احنا بنقعد فيها كده. فقلت ايه يا بنتي، يلا قومي تشطري كده، حطي التقليه الاول على النار. محشي الخس اساسا المفروض ان هو بيتعمل ني في ني، ايام ست الله يرحمها احنا كنا بنعمله بالقشطه ني في ني، نخرط البصل، نعمل الطماطم، نحط القشطه بقى ونقلب كله هاتك بتتك كده ونحشي. كنت تشم ريحه المحشي يعني من كتر ريحته حلوه والله العظيم تشبعي من قبل ما تاكلي تمام. عايزه اقول لكم ان انا كنت عامله النهارده شويه محشي، اقسم بالله كانوا سكر، بسم الله ما شاء الله، وبالف هنا الكل من كل منهم. خليكم بس معايا وهنشوف مع بعض واحده واحده، وادي احنا ماشيين مع بعض يعني. الله المستعان. هنا زي ما انتم شايفين قشرت البصل وخدته بقى عشان اغسله، وجبت الكبه جهزتها، حتى الطماطم هعملها في الكبه وكل حاجه، وجبت الفلفل. طلعت الحله قلت بس هشطفها كده شطفه، انا بحب لازما قبل ما اطبخ في اي حله اشطفها الاول. شطفتها وجبتها حطيتها على البوتاجاز اهو، ولعت عشان ايه تسخن كده، وحطيت الزيت. عبال ما افرم البصل يكون الزيت سخن شويه، هفرم البصل والفلفل. انتوا عارفين ان انا بعمل خلطة المحشي ببصل وفلفل تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين هقطع البصل وهقطع الفلفل كله في الكبة، لان انا مش هحمر البصل، انا بس يا دوبك يعني هيسخن ويدبل كده وخلاص احط الطماطم عليه، لا محمرة ولا عاملة اي حاجة خالص. بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي كده. برضك ما قلتلكوش كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم مبسوطين، كل سنة وانتم فرحانين في بيوتكم، ويجي عليكم رمضان كده يا رب، لا فقدين ولا مفقودين، ويخلي كل واحد لولاده ولبيته ولأسرته كده دايما عمران يا رب بالخير بيوتكم، اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين ضربت البصل وحطيته على الزيت، خلاص بقى هروح اغسل ايدي عشان اجيب الطماطم. علشان الطماطم كمان جبت طبق عشان احط فيه المعلقه، انا ما بعرفش برضو اقف كده، لما اجيب طبق احط فيه المعلقه عشان الدنيا ما تتزروتش حوالينا كده. اللهم المستعان. هنا زي ما انتم رهف اكيد رهف. عايزه تعمل على الكب. هنا زي ما انتم شايفين بقى جبت الطماطم برضو هضربها في الكبه، ليه؟ علشان تسرع التسويه، وما احطش فيها ميه وكده، وتبقى سريعه التسويه يعني، ما تاخدش وقت على على البوتاجاز. انا هغسل معاكم شويه المواعين ان شاء الله هتكون التقليه استوت والدنيا بقت زي الفل اهو. زي ما انتم شايفين كده همسك الطماطم واقطعها في الكبه وافرمها واحطها على البصل. زي ما قلت لكم انا مش هحمر البصله ولا اي حاجه خالص، انا البصله يا دوبك بس هتدبل كده، احط عليها شويه ملح دلوقتي عشان تدبل بسرعه، وخلاص هحط وهقوم حاطه الطماطم على طول اهو. اضربي بقى، اضربي يا قروبه اضربي. للمرة المليون شكرا على كل اخت واخ دخلوا عنده جداد في القناة، شكرا على مشاهدات الفيديوهات اللي فاتت، ما نحرمش منكم ابدا يا رب، ولا من وجودكم معايا، وبجد بجد شرفتوني وكترتوني ونورتوني. واتمنى بس ما تنسونيش في لايك حلو من ايدكم، كومنت حلو زيكم كده زي اللي انتوا بتكتبوه، ولكم بالمثل لكل كلمة حلوة كتبتوها وقلتوها، ما نحرمش منكم يا رب العالمين. وبتمنى الخير لكل القنوات اللي بتخش عندي، ما نحرمش منهم. اتمنى الخير لكل اخت مش فاتحه قناه ودخلت لي برضو، وجودك على راسي من فوق وشرفتيني ونورتيني.
ان شاء الله هنكتر وهنكبر والدنيا هتبقى زي الفل باذن الله. بعد الصبر جبر ان شاء الله. وانا متاكده ان ربنا هيكرمني باذن الله، علشان انا ما بعملش حاجه وحش. انا بعمل والله وبتعب جدا جدا في التصوير في القناه. الله المستعان. هنا زي ما انتم شايفين اهو، انا حطيت اول دور طماطم وهحط الدور التاني. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص بقى كده هقوم حاطه الطماطم وخلاص. خلاويص خلاويص خلاويص. هنا بقى هنشيل بقى الحاجات كلها ونظبط الدنيا ونسيب الصلصه بقى تستوي مع نفسها كده. حطيت حبه شطه، حبه بابريكا، وهحط لها حبه ملح واغطي عليها واسيبها بقى تاخد وتدي بشكل ودي. دي معلقه سكر صغيره كده عشان حموضه الطماطم. هغطي عليها بقى واسيبها تاخد وتدي بشكل ودي كده. وتعالوا معايا بقى على المعمعه اللي في الحوض. هو مفيش حاجات كتير على فكره، ده حله رز بس كان بايت واحنا مسخنينه فلزق في الحله يعني. ودي برطمان سمنه فعايز يتغسل بميه سخنه، فهركنه على جنب كده وبعدين انا هبقى اغسله مع نفسويتي كده لان مفيش هنا ميه سخنه. عايزه اقول لكم ان السبنسر ده تحفه بجد بجد، ما بيهدرش في الصابون. انا بحط على قد استخدامي فقط لا غير، فاهميني؟ يعني هو اساسا دورين من تحت ومن فوق، بتضغطي كده بتاخدي منه على قد الصابون، بس على قد استخدامك في اليوم. تمام. بجد جميل وتحفه، لو لقيتوه في اي حته هاتوه. هنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. خلاص بقى خلصنا المواعين. الحله دي انا لسه الرز لازق فيها شويه، فهسيبها شويه كده وبعدين هرجع لها تاني. هما طبقين كده يعني مش حاجه مستاهله قوي يعني، بس خلي بالكم ان في دور تاني غسيل يعني، ما تقلقوش اوعوا تروحوا في اي حته. ايوان يوميه ست مصريه اوعى تغمض عينيك. استنوني، اوعوا تروحوا في اي حته، اوعي تقلبني. حط اللايك واستنيني. ايوان احنا لسه مع بعضينا، اما اخلص هقول لك انا خلصت وهسلم عليكي وهمشي بكل ادب واحترام. ايوه ما تسيبنيش وتمشي. ان دخلنا مع بعضينا بالمعروف نخرج بالمعروف. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين غسلت الحله دي، بس في غسيل الحله ده غسلت ايديا كان الباب بيخبط، فتحت وشفت مين وبعدين رجعت غسلت الحله تاني. انا بقول لكم الصراحه مش بكذب عليك. وخلاص خلصنا. هركن الحله دي شويه كده واغسلها في الدور التاني. هغسل بس الغطا بتاعها وهسيبها عشان عايزه تبوش شويه. تمام تمام. خلاويص دي الصينيه اللي كنت بعمل عليها الخس. نضفت الخس اهون بس لسه هغسله بقى. هحطه بقى، هقفل انا الكاميرا وهغسل الخس وانضفه، بس هغسل الحوض كده واروقه. الطبق ده اللي كنت بغسل فيه المواعين الاول حطيته جنبي كده. اي حاجه لعزكم الله طلعت من الحوض، طلعت من حله، من حاجه بحط فيها الزباله يعني وكده، او ايا كان يعني على الحوض، فتسهل عليا بدل ما افتح اعزكم الله جرد للزباله كل شويه. الخس نقعته بقى شويه كده ومسكته خصايه لان بيبقى في قواقع دلوقتي والله مش حلو. وانا كنت بصور معاكم كان في عربيه عدت فلقيت معاها كوسه، بصراحه قلت يلا جبت الكيلو ونص ب10 جنيه. قورتهم وانا واقفه في ثانيه كده ونقعتهم في شويه ميه. كانت الكوارع حطيت عليها دقيق وخل وملح وليمون وكله ونقعاها. ماشي. نقعتها جنبي، غيرت عليها الميه مرتين ونقعاها. هنا بقى جبت الرز بتاع المحشي. انا قلت لكم التقليه اتسبكت عما انا غسلت المواعين. تمام تمام. هنا بقى بغسل الرز بتاع المحشي، هغسله بقى واخلص عشان اجهز احط الكوارع على النار كمان عما اجي احشي وكده تكون هي غلت او بدات تستوي كده. هي ما خدتش سوا والله. عايزه اقول لكم ان هي كانت تحفه تحفه. هنا زي ما انتم شايفين شوفوا الصلصه اتسبكت خلاص وبقت زي الفل اهي. الزياده بتاعتها طلعت على الوش. واو كانت سخنه نار. المهم هنا زي ما انتم شايفين بقى جبت الحله علشان انا كنت غسلت الكوارع وشطفتها وظبطتها وخليتها زي الفل. انا ما بحطش اي حاجه في الحله خالص زي ما انتم شايفين. انا هحطها وبعدين اسيبها تنزل ميتها شبه الكرشه بالظبط. الحاجات دي كلها لازم ترمي ميتها. اسيبها تنزل كل الميه اللي فيها وبعدين اخد الميه ارميها في الحوض وبعدين اغسلها وبعدين اجيبها تاني. بما اني ما كنتش لاقيه خضره فطلعت كيس خضره من الفريزر على الصلصه وهي سخنه كده هقلبه فيها. وبعدين احط بقى البهارات ونقلب بقى صلصه الرز وكده. والله المستعان. سموا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. عشان ربنا يزيدنا بركه في اكلنا وفي عيشتنا وفي حالنا وكده ويبارك لنا في كل لقمه بناكلها وفي كل حاجه بنعمل. وربنا يجعل عندكم الخير ويجعل بيوتكم عمرنا بالخير. اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى زي ما انتم شايفين همسك بقى الرز كله كده احطه عشان اصفي الميه دي وارجع انقله في الطبق ده تاني لان هحشي في الحله دي. تمام. ببقى عامله حسابي دايما عشان ما اوسخش حلل كتير. الحله اللي هقلي فيها ببقى برضو بحشي فيها اهو زي ما انتم شايفين. هنقلب بقى المحشي كده. حطيت كمون وكزبره وحطيت شطه وحطيت شويه نعناع والبهارات اللي عندك. ما كانش عندي 7 بهارات والله بصراحه. عايزه اروح اجيب بهارات. الموجود عندي حطيته والدنيا زي الفل. ده النعناع ناشف
تمام. وده شويه شطه كمان عشان نشطشط الدنيا كده. يلا بقى قومي كده، عايزه اعملي شويه محشي حلوين لاولادك، اعملي اي اكله بتحبوها، ما نضفتيش قومي نضفي. يلا اللي انت عايزه اعملي، عايزه تطبخي اطبخي، عايزه تعملي تنضفي نضفي. هنا بقى قلت وانا واقفه كده حشيت شويه الكوسه، انا قلت لكم ان هم دول كيلو ونص، وجبت قرنين فلفل كده هحشيهم برضو معاهم، بيدي طعم للكوسه. عايزه اقول لكم ان بجد بجد المحشي كان تحفه والله العظيم، مش عشان انا اللي عاملاه ولا اي حاجه خالص. بألف هنا الكل من كل مني يا رب. اتمنى ان انا كنت ادوقكم كلكم والله. هنا زي ما انتم شايفين بقى، شوف رهف بتقول اشمعنى دي صغيره ودي كبيره، واشمعنى دي مش عارفه ايه، طب رص كده، طب هي بقى بترص المحشي. صديقاتي الصدوق. يلا ربنا يحميهم ويخليهم يا رب، ويخلي لكم ولادكم، ويرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه، اللهم امين يا رب العالمين، قولوا امين. هنا زي ما انتم شايفين خلصنا الكوسه واحنا واقفين نجهز بقى لورق الخاص. والله عنده كرنب برضو، ابويا جايب لي كرنبتين برضو، والله لسه ما عملت فيهم حاجه، محطوطين عندي على الفرن لسه ما عملت فيهم حاجه. اللهم المستعان، ربنا يعيننا بس ونحن نكمل. عايزاكم بس تدعوا لي كده ان ربنا يسترها معانا ومعاكم ومع الناس كلها يا رب العالمين، وييسر لنا امورنا واموركم، اللهم امين. هنا زي ما بقول لكم الميه بتاعته اهو، رحت رميت الميه في الحوض، وقمت بقى غسله الكوارع، وبعدين قمت جايباها تاني حطيت عليها فلفل اسمر بعد ما صفيت الميه وغسلتها، وهحط عليها ميه ساقعه مش ميه سخنه، ميه ساقعه عشان تعمل لك شوربه حلوه، وعشان تغيب عما تيجي تغلي، مش تغلي على طول كده ليه، علشان بقى يعني اللحمه كده تستوي في الميه. ماشي، بقول لكم هسيبها لما تغلي، ولو طلعت ريم هشيله، ما طلعتش ريم خلاص، والله ما طلعت حاجه. هنا قطعت بصلايه وحطيت ورق لورا وشويه فلفل اسمر، ويلا بقى احشي يا معلم. هنا انا ما بعرفش اعمل المحشي الخاص اللي احجبه، تمام، ما بعرفش اعمله زي المحشي الكرنب كده، ما اعرفش، انا اتعودت ست الله يرحمها او جدتي او زي ما بتقولوا هي عودتنا على كده، ان احنا ما بنعملش الخاص عشان ايه، عشان نفرق الخاص عن الكرنب. شفت اللقن يا لئيمين. ناس لئيمه. المهم انا ما بعرفش اعمله الا احجبه كده. المهم قعدت بقى كده قدام التلفزيون وتمزجنا وخلصنا وايه، وحشنا الحمد لله. هنا بقى كنت انا قمت بقى حطيت التوابل بتاعه الكوارع كانت غلت، وانا بحشي قمت بقى قطعت بصلتين وطماطمتين وحطيت ورق لوري وكبابه صيني والحاجات بقى انتوا عارفين بتاعه اللحمه دي، والله ما طلعت ريم ولا اي حاجه، زي الفل. كان عندي كيس شوربه في الفريزر طلعته وسبته بقى يغلي كده عشان ازود بول المحشي. ما كنتش حابه ان انا ازود بتاعه الكوارع قوي، يعني بما ان احنا ناكل كوارع فناخدش طعم المحشي كمان في الكوارع، تمام. هنا بقى كل الحاجات وانا قاعده احشي، لا مش عارفه طلعت ايه من التلاجة، لا مش عارفه كنت حاطه في دقيقه، لا اطبقت الفطار جم ولادي كلوا برضك حواليا كده. المهم طلع مواعين، وما ادراكم ما المواعين، اسيبهم كلا وحاشه، تقدروا تسيبوني وتمشوا وانا ملبوخه في المواعين دي؟ لا عيب عيب، احنا داخلينها مع بعض نخرج مع بعض، اوعوا تمشوا لما اقول لكم السلام عليكم وعليكم السلام. ايوه اختكم كده، يعني تسيبوني لوحدي كده واقفه على الحوض، استغفروا ربنا طول ما انتوا بتتفرجوا عليه، واول ما الاشعار يجي لكم اعملوا كوبايه قهوه، كوبايه نسكافيه، كوبايه شاي، هاتي حاجه حلوه كليها واتفرجي عليا ولا يهمك، ايه المشكله يعني؟ طبعا ان انت بتتفرجي على مسلسل يا اختي، من طول النهار بتتفرجي على المسلسلات، بدل ما تسمعي شكل وهم وايش ضربت مين وايش طلق مين وايش اتجوز مين، ولا سيبك من الكلام ده، انا ناخد غنى ونميمه وقرف. لا تعالى عندنا كده نغسل شوية مواعين كده ونستعين بالله كده، نتشجع كده ونقوم نشوف مصالحنا، سيبكم اللي قالت واللي عادت واللي اتجوزت واللي اتطلقت، كل ده كلام فاضي. تمام تمام. هنا زي ما انتم شايفين بقى مسكت المواعين بقى خلصتها كلها غسيل، وقلت يلا يا بيت شطفي بقى مرة واحدة كده خلينا نخلص، هنفضل بقى رايحين جايين جايين رايحين يا رب، يا فارق كل هم يا رب. المهم هنا زي ما انتم شايفين بقى خلصنا خلص لحظة واحدة وهتلاقوا الدنيا فل. هوريكم المطبخ بقى بعد ما حطيت اكلنا على النار، خليت المطبخ ده بربرق بربرق كده، بربرق. خليكي شاطره كده وخلي مطبخك بربرق. معرفش احط مواعين ابدا لما تكون ناشفه كده ونضيفه في قلب المكان، كل حاجه رخر عندي ما فيش ابدا، الحمد لله اللهم لك الحمد، ما تلاقيش صرصار عندي طول عمري، لا تلاقي صراصير ولا حشرات ولا اي حاجه خالص. لا المواعين لازم أن تكون متصفيه وكل حاجه متصفيه في مكان. الباسكت ده انا على طول بقى حاطاه عندي فيه كلور
واريال بقى اوكس ايا كان، دخل فوط المطبخ اي حاجه وقعت دايما تلاقي كل يوم ملياه. وزي ما قلت لكم، يمكن انا قلت في فيديوهات لو محدش شافها قبل كده، ان لازم أن يكون عندي حاجه محطوطه على الحوض فيها ميه بكلور بصابون علشان احط فيها الفوط. فوطه اتوسخت غصب عني، فوطه اتوسخت، الاسوره اللي في ايدي اتقطعت. المهم هنا بنقع الفوط كده واخدهم بقى ايه اغسلهم وانا واقفه، بيكون بشو بقى مزياته من اعزكم الله، اي حاجه اتوسخت، حاجه وقعت على البوتاجاز بمسح البوتاجاز يبقى نضيف في ساعتها، الرخامات بتاعتي المعها، الترابيزه إيه حاجه وقعت بره تبقى فيها صابون وكلور تنضف الحاجه، فاهمني. هنا زي ما انتم شايفين بقى على الرف كده بتاع المطبقيه كده اللي على الحوض، وبقوم نشرهم بقى يصفوا الميه اللي فيهم، وبعدين بقى اخدهم بقى لما ينشفوا اهي. ودي بقى اللي بنشف فيها ايدي كده، الفوطه اللي بنشف فيها ايدي. وكده الحوض بتاعنا اتغسل واتنضف، وفوطنا اتغسلت واتنضفت، ودنيتنا بقت نضيفه وزي الفل. في احسن من كده مفيش. دي بيتك، انت اللي هتخلي بيتك حلو، انت اللي هتخلي بيتك وحش. نظافتك انت اللي هتخليك سعيده في بيتك. والله العظيم على فكره الحاجه اللي مش نظيفه بتجيب اكتئاب، وكده كده احنا عندنا اكتئاب بس ما فيش مشكله، بس يعني ما نزودوش قوي يعني نشيل من ناحيه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هنا الميه بقى قصدي الشوربه كانت غلت، فقلت بقى ازود المحشي، واخدت عليهم كرنبين كده من الكوارع. وزي ما انتم شايفين بقى هنزود المحشي، حتى لقيت فيهم حتة عصب في الكيس وحتة لحمة صغنونة كده بس حلو، حطيتها على المحشي اهو زي ما انتم شايفين كده بقى. دي هزود الخس عشان شوية الشوربة كانوا شوية صغيرين، حط ده وبعدين اعمل الكوسة. حبة بقى ملح كده، اعدل الخس كده. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا. هنا زي ما انتم شايفين بقى اهو، حطيت بقى شويه دول. هنا الكوسه ما بتعوزي شوربه كتير او قعد كتير لانها بتنزل ميه. حطيت على العين التانية، وحطيت الكرنب على الكرنب ايه الخس. هنا المحشي الخس بيبقى خفيف جدا جدا جدا، احنا بنحبه بصراحه. والكوارع سبتها تكمل سوا، والمحشي خلاص حطيته على النار ياخد ودي بشكل ودي مع نفسه. ومطبخنا نضيف. الغطا بتاع الحله ده اتكسر، كان غطا ازاز وفرقع، النار كترته وفرقع. عايزه اقول لكم ده الخس اللي انا غسلته وسبته يتصفى. المواعين بتاعتنا اوعي تحطي مواعين لما تكون متصفيه حلوه قوي وناشفه في المطبخ، علشان لا يطلع ريحه ولا يربي حشرات، ويفضل عندك مطبخك دايما نظيف وزي الفل، حتى اما تيجي تنضفيه ما تتعبش فيه. بوتاجاز نظيف، رخامات نظيفه، الحمد لله كل حاجه نظيفه. نيجي بقى لوقت التقديم، وقت وجع البطن كده بقى وعايزين ناكل، واقفين ورايا بقى يلا يا ماما. بسم الله ما شاء الله، تسلم ايديا وحياة عيني. حتى المره دي كنت كل مره بعمل صلصه للكوارع، المره دي بقى ما عملتلهاش بصراحه يعني. هنا بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم ان المحشي ريحته بس كانت تحفه. اتمنى ان انتوا كنتوا جنبي كده وتدوقوه. بسم الله ما شاء الله. هنا بقى شلت شويه كوسه حطيتهم كده ياكلوهم، وبألف هنا الكل من كلمه. كنت عايزه اوريكم ان هو مفلفل وزي الفل، بس انا ما سبتهاش على بقي وحطيتها على طول. هنا بقى نغرف الشرب. عايزه اقول لكم اكنها شوربه لحمه مش كوارع، لا مزلقه ولا تقيله ولا بيضه مجيره، لان بشوف شوربه كوارع كده بتبقى بيضه مقيحه كده، مش عارفه اقول اوصفها لكم ازاي، بتبقاش حلوه. عايزه اقول لكم ان الشوربه تحفه. الكوارع كانت دايبه، انا كنت ماسكاها كده يعني ايه بالعافيه، كنت حاطه ليمونه بقى عشان يعصروا على الشوربه وكده. وبألف هنا وشفا الكل من كل منها، وبألف هنا لو جربتوها. اتمنى يا رب اكون عند حسن ظنكم، اتمنى اكون بقدم لكم ولو حاجه مفيده. اتمنى ابقى اختكم في الله. اتمنى منكم كلمه حلوه ولايك حلو منكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.